يلا بقى تعالوا نكمل ونقول الفرق بين الازازه الاوريجينال والهاي كوبي. انا جبت لكم مجموعه كده بسيطه. طبعا السي ارماني الاحمر، برف الحريمي طبعا العظمه بتاعنا، البلو دي شانيل، الهات سين، السوفاج، سكاندل. طبعا 5 انواع، 3 رجالي و2 حريمي، بس حاجه عظمه. تعالوا بقى السوفاج احنا اتناقشنا فيها الفيديو اللي فات للي ما شافوش، وقلنا ازاي نعرف الازازه السوفاج ان هي اوريجينال. 3 خطوات بسيطه يا جماعه، والاساس معانا. اول حاجه الغطا بتاعنا زي ما انتم شايفين مغناطيس كده. سامعين التكه بتاعته بتبقى عامله ازاي؟ حاجه تحفه طبعا. النقطه الثانيه على طول، شايفين الختم هنا دوت اللي هو في الاوتومايزر اللي هو الظاهر ده رقم 2. انا بقول لكم 3 اساسات اللي هم الحاجات اللي هي الاساسيه معانا. دي كده رقم 2. تعالوا بقى الرقم 3 ودي اهم حاجه. شايفين الختم اللي هو بيبقى جوه دوت، اللي هو بيبقى جوه الغطا، بيبقى فيه هنا زي جوه هنا هو كده، بيبقى زي ختم كده حفر، بيبقى يعني بيبقى ظاهر. لو فتحتوه بالنسبه للسوفاج بتبقى زي نحله جوه محفوره كده ظاهره. دي من الحاجات الاساسيه معانا زي ما قلنا. 3 حاجات: المغناطيس، الختم اللي هو على الغطا، والحفر اللي هو داخلي. لو هو مش باين معاكم في الفيديو، بس انت لو بصيتوا في الغطا من جوه بيبقى جواه زي نحله كده ظاهره معانا. وبرده معانا حاجه مهمه قوي، الحفر اللي هو في الازازه من تحت يا جماعه، ده بيبقى حفر بارز مش رسمه، لا بيبقى حفر بارز واضح جدا يعني. دي السوفاج. تعالوا بقى نروح للبلو دي شانيل. نفس برضه المبدأ يا جماعه، نفس ال3 خطوات مع اختلاف بس الرسومات. رقم 1 زي ما قلنا المغناطيس، سامعين المغناطيس بيبقى عامل ازاي. رقم 2 الختم بتاعنا اللي هو بارز هنا، مفيش فيه زي ما انتم شايفين اي تطويس او اللون مثلا بهتان او رايح خالص. والنقطه الثانيه برضو نفس العلامه بتاعت البلو دي شانيل دي يا جماعه، بتبقى محفوره من جوه. ممكن تكون مش واضحه شويه في الفيديو، لكن لو قربتوا منها بتبقى واضحه وباينه، يعني لو شفتوها هتعرفوا تفرقوها فعلا.